إلى الحدث الأكبر والأروع والأقوى في القرن ال21، الافتتاح التجريبي الحقيقة يمكن الثاني للمتحف المصري الكبير بالأهرامات. المتحف ده زي ما سمعنا في التقرير مكلف 550 مليون دولار، والحقيقة بيضم أكبر قطع أثرية قد يضمها مكان في العالم. تعالوا نعرف تفاصيله إيه وليه هو بالقوة دي. والنهاردة الصبح تم افتتاح المرحلة الثانية أو مرحلة التجريبية الثانية للمتحف تمهيدا إن شاء الله، وكان في مرحلة قبل كده تم افتتاحه تجريبيا في مرحلة لاحقة وسابقة، ويمكن النهاردة تم افتتاح المرحلة الثانية. منتظرين بقى الافتتاح الرسمي الكبير بإذن الله قريبا، ونحاول نعرفه من ضيفتنا النهاردة الأستاذة رشا حسن، مفتش أول الآثار بوزارة السياحة والآثار. أهلا بيكي معنا. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي فندم. نهني أنفسنا طبعا. إيه الروعة؟ إحنا عمالين نقول بروباجندا والمتحف الكبير إيه في إيه مختلف؟ كلميني عن المتحف ده وايه فرق بينه وبين المتحف المصري القديم اللي في التحرير. تمام. طبعا المتحف المصري القديم ما نقدرش نقل ابدا من قيمته. أيوة. قيمته طبعا كبيره جدا، لكن هو المتحف المصري الجديد الكبير بيستخدم كل التكنولوجيا اللي احنا وصلنا لها لحد دلوقتي. الله. غير كده هو يعتبر هدية مصر للعالم كله، مش للعالم، للبشرية. لأن هو بيحكي قصة الحضارة المصرية وقد إيه عظمتها من أول عصور ما قبل التاريخ وصولا لحد العصر اليوناني الروماني. وكل ده آثار دولة واحدة. تخيل. دولة واحدة وحضارة دولة واحدة في المتحف بالحجم ده. لا يعني حاجة عظيمة، حاجة عبقرية. مستخدم كل الحاجات التقنيات اللي احنا وصلنا لها، أعلى حاجة في قصة المتاحف والمتاحف الخضراء، لان هو يعتبر مبنى اخضر تام. مستخدم فيه اللي هي التنميه المستدامه بكل اشكالها، يعني نموذج كده للتنميه المستدامه وقد ايه ان هو صديق للبيئه من اول الدهانات وحتى التصميم المعماري نفسه للمتحف. كلميني انا لما اروح المتحف هبدا في ايه وهشوف ايه وتنصحيني ابدا بايه؟ طبعا هو تم افتتاح النهارده 12 قاعة عرض مقسمة، يعني هي سيناريو العرض كمان فريد من نوعه، لأن هي تقسيمة السيناريو العرض المجتمع، المعتقدات، الملكية، اللي هي الثلاث جوانب اللي كانت موجوده في حياه المصري القديم. فحضرتك حتى لو ما كنتش متخصص، هم عملوا كمان مسار للزياره منفرد. انا كشايفاه كاثريه ان هو منفرد. ليه؟ لان حضرتك لو حد مهتم بقصه الملكيه في مصر القديمه، فانت عندك قاعات معينه بارقام معينه حضرتك ممكن تشوفها. لو حضرتك مهتم مثلا بالتسلسل الأسر والملوك ملوك مصر القدامى، هتلاقي ده يعني هم عملوا فاسيلتيز وإمكانيات تسهل على الزائر موضوع الزيارة. ايا كان اهتماماتك مثلا بالتسلسل الزمني، بقصه معينه، بالمعتقدات، بالالهه، حضرتك ممكن تلاقي كل الحاجات دي في مسار موجود داخل المتحف. المسار ده مطروح صوت وصوره، يعني في فيديوهات، في شاشات بتعرض، في صوت، في تعليق صوتي، طبعا ده في كل قاعه عرض فيها طبعا الاوديو جايد، اللي هي حتى لو انت مش مثلا مش عايز تقرا الليبلز اللي مكتوبه، انت ممكن تسمع الشرح نفسه. فهو يعني بيوفر قد ايه بيوفر على الزائر ايا كان من طبقات مختلفه من الشعب ان هو توصل له فكره المتحف. 24,000 قطعة موجودة النهاردة في 12 قاعة. صح كده؟ حقيقي. واللي قبل كده؟ اللي قبل كده كان تم افتتاح تجريبي السنة اللي فاتت. كان تم فيه افتتاح المسلة المعلقة والبهو العظيم والدرج العظيم. دول طبعا تم افتتاحهم، وكانوا برضو يعني عملوا قلبان في العالم كله على قد كمية القيمة الفنية والحضارية للآثار بتاعتنا، وقد ايه هي بتعزز الهوية المصرية. يعني حتى احنا لما بناخد اولادنا يشوفوا قد ايه عظمه اجدادهم بالمنظر ده، فطبعا بتبقى حاجه بتعزز الهويه المصريه، بتعزز الانتماء الوطني. فلا هو يعني هو حاله، انا شايفه ان المتحف الكبير حاله. استاذه رشا كلميني، يعني ايه المتحف؟ منظومه ثقافيه حضاريه متكامله. قصة الكونسبت نفسه بتاع المتحف اتغير من زمان لدلوقتي. يعني زمان اي حد كان يقول له مثلا متحف
يحس ان هو مكان لاقتناء التحف الاثريه والقطع الاثريه القديمه. لكن المتحف دلوقتي بقى يلعب دور اكبر من كده بكتير. اولا بقى في حاجه اسمها التنميه المجتمعيه، انت بتتصل بالمجتمع، يعني بتربط الماضي بالحاضر. ده طبعا كل متاحفنا، احنا شغالين دلوقتي في قصه المتاحف دي بشكل عميق جدا. بيتم عمل ورش عمل تعليميه لكل فئات العمريه للمجتمع. يعني بتبقى في ورش تعليميه للاطفال، للتينيجرز الاكبر من كده، في محاضرات ثقافيه وحضاريه جميله جدا برضو حتى لغير المتخصصين. فابتدى المتحف يساهم في المجتمع نفسه، مش قصه ان هو بس حاجه قديمه. غير كده ان هو مكان حتى للبحث الاكاديمي، لان هم فتحوا دلوقتي حتى المجال ان احنا ندرس القطع الاثريه بشكل اعمق. فتخيل احنا بنكتشف حاجات واسرار دلوقتي. انت عارفه ان في الاكاديميات وكليات الاثار بيطلبوا عدد ساعات للتدريب العملي طبعا، واحنا عندنا ده. عندنا القدره ان احنا ممكن ندي شهادات للدارسين او الباحثين ان هم درسوا وعملوا وتلقوا عدد من الساعات الموجودة. صح كده؟ موجوده بالظبط. يعني هو دور المجتمع بقى كونسبت اعلى كتير قوي من قبل كده. كلميني عن ذوي الاحتياجات الخاصه وذوي الهمم، هل مراعاه ليهم اساليب عرض واماكن وممرات للدخول والخروج والطلوع؟ طبعا دول من الحاجات الاساسيه اللي موجوده، لان هي اصلا حتى خطه الرئيس للجمهوريه الجديده 2030 بتستهدف القصة دي، بتستهدف ان احنا دول بيبقى ليهم يعني ليهم وضع خاص بالنسبة لنا واولوية كمان. يعني اولوية كمان غير عن الناس التانية. فالمتحف فيه مسارات حتى مختلفة لذوي الهمم ايا كانت يعني القصة اللي هي المشكلة اللي عندهم. فالمتحف بيغطي الموضوع، بيغطي المشكلة دي. لأن المتحف مش بس مفتوح للناس العادية، لا ده بالعكس، ده دول بيبقى ليهم أولوية عندنا كمان أكتر. كلميني النهاردة عن انطباعك عن الافتتاح. كلميني عن كم الحضور اللي كان موجود ونوعيات وجنسياتهم ايه، وكان رد فعلهم ايه لما خرجوا بعد كده. طبعا العالم كله كان مستني اليوم ده. كنا بنستهدف النهارده وجود 4000 زائر للمتحف. والله يعني هو الريت كويس جدا بالنسبه للزيارات. 4000 مره واحده. 4000 والمتحف يسع اكتر من كده. ويسع اكتر طبعا. 12 قاعه عرض مليانين بالاثار، فوق ال 15000 قطعه. كل ده احنا لسه ما افتتحناش الافتتاح الكامل، يعني احنا لسه عندنا بقى توت عنخ امون ولسه الدنيا فيها اكتر من كده كمان. الاثار الموجوده في المتحف المصري الكبير بالاهرامات، انا عارف بس انا عم بسمعها منك. هو عرض الاثار والقطع الموجوده لا شيء بالنسبه بخلاف الموجوده في مخازن وزاره الاثار. صح كده؟ ده حقيقي. ده غير طبعا لسه لم يكتشف حتى الان. ايوه ده حقيقي. كلميني عن جو اختيار المعروضات على اي اساس وعلى اي قيم. ليه بختار المقبره دي ممكن اعرضها او الاثر ده للاسره دي وما اخدلش الاسره دي؟ والله هو الاثر من اول ما بيخرج من الارض بيمر بمراحل عديده. فيعني الناس الغير متخصصه بتفتكر ان احنا مجرد ما بنطلعه بنعرضه. فلا، ده هو بيعدي عن مراحل كتيره جدا. بيعدي على مراحل الترميم اللي احنا دلوقتي احنا عندنا مرممين عالميين. في وجهة نظري ما كانش ده عندنا على فكرة قبل كده، كنا دايما بنحتاج لمرممين من بره. يعني لا دلوقتي الوزارة بتسهل لنا، بتجيب لنا إمكانيات أكتر. إن الناس المرممين دلوقتي هم اللي بيتعاملوا مباشر مع الأثر. يمكن دي نقطة بصراحة أنا شايفاها نقطة مضيئة في يعني في ظل الوزارة. مرممينا مصريين. نعم مصريين تماما. مصريين تماما خريجين كلية ممكن أثار. نرجع بخبراء أجانب دلوقتي. بالظبط دلوقتي لا. كان التعامل مع الأثر يمكن بيقتصر إلى حد كبير جدا للأجانب. دي نقطة سلبية. يعني أنا بشوف إن كل موضوع ليه جوانب إيجابية وليه جوانب سلبية. بس دي أنا شايفاها جانب إيجابي جدا بصراحة، إن إحنا كل الحاجات تم ترميمها بأيدي مصرية. كان ليا لقاء مع أحد الخبراء المسؤول عن قسم المومياوات بالمتحف القومي، متحف الحضاره القومي الموجود عندنا هنا اللي جنبنا هنا في منطقه الفسطاط. الحقيقه انا سمعت منه كلام جميل قوي فعلا، وسمعت حاجه روعه وحماس من اروع ما يمكن. كان بيتكلم عن الاثر كانه بيتكلم عن ولاده
عن حاجه غاليه جدا عنه. حضرتك انت مش متخيله، انا اشتغلت اراضي وطلعت اثار بايدي. بنفسك؟ بنفسي والله. احكي لنا بقى ازاي عشان بس ما نعلمش الناس. لا 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 انا عاوز يعني الاثريين بتعرفوا ازاي ان المنطقه دي والله فيها؟ بص، هو احساس مش قادره اقول، يعني مش قادره اقول لك وصفه. يعني احساس ان انت بتطلع حاجه بقى لها مدفونه في الارض 3000 سنه او حاجه، تمسكها بايدك لاول مره، انت بتتعالج معاها كأن طفل لسه مولود. بنتعامل معاها بالفرشه بالراحه، بنشيل الاتربه. يعني احنا مره كنا خرجنا لوحه حجريه كده، احنا مش متخيل حضرتك، احنا بنعمل الريشه كده الالوان كأن دلوقتي كانت موجوده. فارتباط نفسه والانتماء بيزيد بقى في اللحظه دي، غير اي اجنبي لما يتعامل مع حاجتنا. فحسيت ان لا، الموضوع دلوقتي اخذ ابعاد اكبر. يعني اللي مكتشف مصري والمرمم مصري، دي حاجه جميله وتحفه الحقيقه. بصراحة. كان ليا تجربه شخصيه الحقيقه في مقبره نفرتاري من سنين. تحفه. انا دخلت مقبره نفرتاري، دخلت بصيت، كنت لوحدي ودخلت بصيت بسرعه قمت راجع. قلت له، فبقول لي رئيس الهيئه المجلس الاعلى للاثار، بقول له يا فندم يعني واضحه قوي انها متلونه. فضحك قوي قال لي ايه متلونه؟ لا يا استاذ احمد مش متلونه دي، احنا لينا حدود معينه طبقا للمعايير الدوليه في التعامل مع ده، وفي تفتيشات علينا من المنظمات الدوليه، لكن ده مش ملون، ده كانه متلون امبارح فعلا. حقيقي. انا شفت ده بعيني بصراحه. يعني انا كنت مهما الواحد يسمع الا غير لما بيشوف بعينه. فلما طلعنا اثار وشفنا الالوان كانها مرسومه دلوقتي، لا الموضوع نم حتى الشعور بالهويه المصريه قد ايه احنا وانت باحثه كده وبتكتشفي اثار وبتفتحي مقابر. ما عداش عليكي حاجه اسمها لعنه الفراعنه؟ ما فيش الكلام ده ولا والله إيه؟ بص، يعني هو موقف واحد بس مش عارفه واحد. يعني هو موقف واحد. يعني احنا كنا بنحفر في ارض، ومجرد ما احنا، هي كانت مقبره جماعيه، فاحنا طبعا احنا كدارسين عارفين ان المقبره الجماعيه هم بيحبوا يدفنوا الافراد بتوعهم جنب حد شريف او حد كبير. فاحنا ما وصلنالوش، يعني عمالين نحفر نلاقي مقبره افراد. فمجرد ما وصلنا ليه الارض وقعت. الارض هيلت علينا. لا دي صدفه بقى. دي صدفه بس مش عارفه بقى. والله مش عارفه. مش لعنه الرجل الشريف، مش لعنه جامده يعني، لعنه على خفيف. شرفتيني ونورتيني. ميرسي جدا. وان شاء الله احنا كلنا مترقبين بشغف وبقوه شديده ان احنا نترقب افتتاح المتحف المصري الكبير بالاهرامات، ومتصورين هيكون حاجه بالقوه والعظمه زي المومياوات كده، نلاقي المومياوات ان شاء الله. وبرده فعلا العالم كله يكون انظاره علينا النهارده، وبهني لحضرتك وبنهني انفسنا بالافتتاح التجريبي. النهارده عيدنا بصراحه، عيد الاثريين والمرممين اللي تعبوا في المتحف، وقد ايه هم عرفوا يطلعوا القطع الاثريه دي بشكل يليق بمصر. مصريين يعني بقى مصريين مش اجانب، كلهم مصريين. وده شرف الحقيقه ومن اروع ما يمكن. الحمد لله. بشكرك جدا استاذه رشا حسن. الحقيقه يمكن انت كمفتش اول اثار بوزاره السياحه والاثار شرفتيني ونورتيني، وانا شايف السعاده في عينيك النهارده. شفتيني النهارده افتتاح عيد بقى، العيد بتاعنا النهارده. والله كلنا سعداء، وان شاء الله نشوف برضو افتتاح رسمي بقى ان شاء الله، هيبقى حاجه العالم كله هيشهد لها ان شاء الله. تحياتي مره ثانيه. بشكرك جدا. ميرسي. مشاهدينا، دي كانت موضوعاتنا النهارده في مصر جميله، ما بين مهرجان الاسكندريه السينمائي لدول البحر المتوسط وما بين الافتتاح التجريبي الثاني للمتحف المصري الكبير بالاهرام. ظهرت حلقتنا النهارده من مصر جميله. بشكركم على حسن المتابعه، ارجوكم دائما ابقوا معنا. شكرا لكم. كان معكم احمد عبد العظيم.